الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم حسام في الكرة مع حس. يتجدد اللقاء مع حضراتكم. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير لو تكرمتم واشتراك في القناة. معايا حلقة مهمة جدا، تطورات خطيرة في ملف الصفقات. التجديد لقلب الأسد الزملكاوي، ميعاد مباراة الزمالك اليوم. في الحقيقة يا جماعة يعني في طبعا تطور خطير جدا في ملف الصفقات في نادي الزمالك. وعلى رأسهم زيزو، يعني والد زيزو بالأمس طلع وصرح وقال احنا لسه ما قعدناش مع مجلس إدارة نادي الزمالك، وفي حالة عدم ان احنا ما نوصلش الحل مع مجلس الإدارة هندرس كل العروض المقدمة لزيزو. ده تهديد واضح لمجلس إدارة نادي الزمالك. وهنا العتاب، طب انتوا ليه لسه ما قعدتوش لغاية دلوقتي مع والد زيزو وزيزو؟ اللاعب لسه في عقده سنة كاملة، لكن كل جماهير نادي الزمالك منتظرة التجديد. مش لازم نستنى لما السنة تخلص. وكمان أكيد بتلعب في دماغ والد زيزو وبيجيله عروض كتيرة جدا. ما شاء الله اللاعب أقوى لاعب في الدوري المصري، فنتمنى إنهاء الموضوع ده سريعا. ده بالنسبة لزيزو. ايضا يا جماعه في موضوع حراسه المرمى، نادي الزمالك حاطط 3 خيارات. هم عبد العزيز البلعوطي لاعب نادي انبي، احمد شعبان لاعب حارس طلائع الجيش، ومحمد مجدي حارس الداخليه. ده بجانب استقرار اداره نادي الزمالك التجديد لمحمد عواد ومحمد صبحي. محمد عواد يا جماعة عنده 7 كلين شيت في الكونفدرالية، أكتر حارس ما دخلش فيه أهداف في الكونفدرالية. طيب هل نادي الزمالك محتاج حارس ثالث؟ أكيد طبعا بالطبع. وفي الحقيقة مركز حراسة المرمى في مصر مش بخير بصفة عامة. فمستر جوزيه جوميز يقول لك بصفة عامة الحراس كلهم زي بعض. بجانب كمان يا جماعة نادي فيوتشر أعلن قال لو نادي الزمالك عايز يفاوضني، لسه جنش بقيله سنة في عقده يجي ويفاوضني، لأن جنش طلب إنهاء حياته في نادي الزمالك، عنده 37 سنة. في الحقيقة كمان يا جماعة من ضمن الموضوعات المهمة جدا لجماهير نادي الزمالك هي رفع إيقاف القيد. كانت في تصريحات مهمة بالأمس للأستاذ عمرو الأدهم، بيقول فيها اقتربنا من حل أزمة القيد مع خالد بوطيب، واقتربنا للاتفاق مع اللاعب بالطريقة اللي تناسب نادي الزمالك. طب ايه هي الطريقة دي؟ كنا احنا طلعنا عليكم من اسبوع وقلنا لكم ان نادي الزمالك عارض على خالد بوطيب ان هو يديله نص المبلغ بالكامل كاش والنص التاني على دفعات. اتوقع ان شاء الله خلال ايام بسيطة ونادي الزمالك هينهي الملف ده تماما علشان يقدر بعد كده يتعاقد مع صفقات مهمة. في الحقيقة كمان يا جماعة بالنسبة ليوسف أوباما لم يستقر جوميز حتى الآن على تجديد تعاقده من عدمه. هل هنشوف يوسف أوباما في نادي الزمالك في السنة القادمة إن شاء الله، ولا خلاص تنتهي مسيرة أوباما بالكامل من نادي الزمالك؟ أيضا يا جماعة نادي الزمالك استقر على تجديد عقد قلب الأسد الزملكاوي النابض ما شاء الله بالقوة وبالإصرار وبالعزيمة، مدافع نادي الزمالك حمزة المسلوسي، لما يقدمه من مستويات رائعة ومستويات خطيرة جدا جدا للدفاع عن نادي الزمالك. بقيله في عقده سنة. الزمالك استقر ان هو مش هيصبر السنة دي، لا بالعكس هيمدد تعاقده من الآن. ايضا يا جماعة من ضمن اخبارنا ان موسم الانتقالات هيبتدي من اول 1/8، بعد تقريبا شهرين من الان، رغم عدم انتهاء موسم الدوري. طبعا ده ما بيحصلش في اي حتة في العالم غير في مصر.
دايما موسم الانتقالات بيبتدي مع نهاية الدوري في اي حتة في العالم. ومن ضمن اخبارنا كمان يا جماعة ان في 4 لاعبين هيرحلوا من النادي الاهلي في الغالب، على رأسهم محمد عبد المنعم، وايضا بيرسي تاو واليو ديانج وكهربا. كهربا جايله عقد من الخليج، اليو ديانج في قطر، بيرسي تاو في جنوب افريقيا، ومحمد عبد المنعم الاقرب فرنسا. ومن اخبارنا برضو يا جماعه المهمه جدا جدا، النهارده النهائي في كاس اليد ما بين الزمالك وسبورتنج، ولكن المباراه غير مذاعه وبدون جماهير. حاجه عجيبه جدا، مش عارفين في الحقيقه يعني ايه الاسباب اللي تستدعي مباريات يعني مهمه في كره اليد اذا كان احنا بنفتح لالاف الجماهير الحمد لله دلوقتي بالساعه الكامله في كرة القدم. يعني ايه الخوف او ايه الداعي اللي انت تلعب مباريات اليد بدون جماهير؟ تخيلوا خالص، وبدون اذاعة حتى للمباريات. كل التوفيق لنادي الزمالك، النهارده كان كسب في اداء رائع جدا البنك الاهلي 28-20، تفوق عليه بالكامل في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. النهارده هيكون النهائي ما بين الزمالك وسبورتنج الساعة 9 مساء ان شاء الله. يعني كل التوفيق لنادينا الملك الحبيب، ونبارك لنادي الزمالك النهارده ونهنيه. ما تنسوش يا جماعه لايك وشير للفيديوهات دي. كانت كل اخباري معاكم النهارده. طبتم ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.